عندنا اليوم تحضير عصير دوم. عندنا الدوم فلت، بنجيبه ننضفه ونبل الدوم ونحطه لمدة 3 أيام أو يومين في الثلاجة. بعد ذاك نقوم بعملية التصفية. بعد ما صفيناه نكب السكر وندوبه جيدا، وبعد كده نجهزه للتحضير. نضع بعض الثلج وبعديها نصب عصير الثوم وبكون جاهز للتقديم بطريقة أفضل، وله عدة فوائد صحية يمكن مراجعتها من المصادر الطبية. وبالصحة والهنا عليكم.